جماعه وانا قاعده كده سرحت بخيالي كده بحاجه كده ايه اللي هو ده بيتحط ليه وده بيتحط ليه وده ايه لازمته وايه فايدته. طيب دي بقى حاجه يا جماعه في المطبخ للبنانيت المكفيين اللي لسه مبتدئين او لاي حد بقى لسه مبتدئ كده اللي هو ايه اكيد بيجي عليكم الاسئله دي انا واثقه. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وتكونوا بصحه طيبه. اولا خليني اقول لك حاجه، ايه البهارات الاساسيه لازم تبقى في بيتك اساسيه؟ ملح، شطه، كمون، فلفل اسمر. طبعا في حاجات تانية في توابل تانية كتير زي السبع بهارات، الحبهان، المستكه، الورق اللورا، الكلام ده كله. لكن خليني بس اتكلم في الحاجات الاساسيه جدا. بس انا بقول ايه جه في بالي ايه مثلا وانا قاعده، طب انا لو عملت الاكل من غير توابل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الاكل يا جماعه اصلا ملهوش سوري طعم، هيبقى الاكل ملهوش طعم. طب انا مثلا لو عملت الاكل مثلا من غير فلفل اصفر ايه اللي هيحصل؟ هيبقى حضرتك الاكل لما زفر. مثلا لو بتعملي بيض او لو بتعملي او فراخ حاجه او بانيه مثلا او الفراخ برضو بنحط شوربه الفراخ فلفل اسمر، فحضرتك ده بيمنع الزفار. الملح ليه؟ علشان يخلي الحاجه طعمها مظبوطه. الشطه دي بقى على حسب الرغبه. الكمون مش دايما بيتحط. دي الحاجه التانيه. طب انا ينفع مثلا احط مثلا يبقى معايا مثلا مثلا بعمل خلطه واحط عليها برجر، يعني مثلا بتبل البانيه احط عليه برجر؟ لا ما ينفعش خالص خالص خالص. لازم الاكل ده فيه قواعد، فيه حاجات، فيه قواعد، ما ينفعش ان احنا نكسر القاعده ونغيرها. لو كسرت القاعده وغيرت الاكل يعني غيرت حطيتي بس حاجه او بتاع طبعا تمام، لا خالص خالص خالص. طيب ايه تاني؟ كنت عايزه اقول حاجه تانيه بس انا نسيت. المهم يعني يا جماعه انا ولا طباخه ولا شيف ولا اي حاجه ولا، بس انا حاجات كده جت في بالي حبيت ان انا اقولها لكم. طبعا لو عايزين تتعلموا الطبخ طبعا من زميلتي العزيزه، طبعا مع زميلتي العزيزه اللذيذه الجميله قوي اللي انا فعلا تحياتي بجد ليها. وانا بالنسبه لي فعلا ده احسن محتوى على التيك توك بجد. انا بالنسبه لي هي هايله جدا ومتالقه. طبعا يا جماعه بتعلم الناس الطبخ بقى وبتعلم البنات المكفات الطبخ بقى واساسيات المطبخ وبتتعاملي ازاي وبتعملي ايه وبتعلم حاجات كتير قوي مع زميلتي زينب في الحد الظلام. هي اسمها كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا. بحبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.